والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنشرح السرعة النسبية. المرة اللي فاتت يا شباب شرحنا الفرق بين العلاقة الطردية والعكسية. النهاردة هنشرح السرعة النسبية وأقولها لك بطريقة سهلة جدا. يا شباب لو ذكر إن المراقب ساكن في الحالة دي هقول له إن السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية، سرعة الحقيقية. يبقى أول ما يذكر لي في المسألة إن المراقب ساكن، السرعة اللي هو عطاني في المسألة هي دي السرعة اللي هذكرها، او هو ده الحل بتاعي، هي دي السرعة الحقيقية اللي انا هشوفها. طب لو ذكر ان هو في عكس الاتجاه هقول له ان السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. يبقى لو ذكر ان هما في عكس الاتجاه اقول له السرعة النسبية بتساوي ايه؟ السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. طب لو قال لي نفس الاتجاه يا شباب اقول له ان السرعة النسبية هتساوي السرعة الفعلية ناقص سرعة المراقب. يبقى لو قال لي نفس الاتجاه يا شباب بطرح، يبقى نفس الاتجاه بطرح، عكس الاتجاه بجمع. يبقى عكس الاتجاه يا شباب وقال لي اوجد السرعة النسبية بجمع، قال لي نفس الاتجاه بطرح. طب لو قال لي السرعة الفعلية يا شباب، قال لي السرعة الفعلية عكس النسبية، يبقى الفعلية عكس النسبية بعمل ايه؟ اعكس القوانين. يبقى لو قال لي اوجد السرعة الفعلية يا شباب وعطيني السرعة النسبية بعمل ايه؟ الفعلية عكس النسبية، يبقى نفس الاتجاه. هنا نفس كنت بعمل ايه؟ كنت بطرح. قال لي نفس الاتجاه وعايز السرعة الفعلية بجمع. طب عكس الاتجاه يا شباب بطرح، عكس الاتجاه وكان عايز السرعة النسبية كنت بعمل ايه؟ بجمع. قال لي عكس الاتجاه وطالب السرعة الفعلية اعمل ايه؟ اطرح. يبقى نفس في السرعة الفعلية بجمع، عكس بطرح. هنا السرعة يبقى هنا نسبية زائد مراقب، هنا نسبية ناقص مراقب، يبقى الفعلية عكس النسبية. تمام يا شباب؟ واللي مش فاهم حاجة يكتب لي في الكومنتات.